شايفين الجمال والحلاوة؟ كل الكمية دي كلها من كوبايتين لبن. شايفين الكرمشة؟ شايفين كرمشة الرز بلبن؟ هقولكوا على التكات اللي تخلي الرز بلبن مكرمش معانا كده. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة. دلوقتي معانا كوباية رز عليهم 3 كوبايات مية. احنا دلوقتي هنستخدم كوبايتين من اللبن، ما يعادل نص كيلو لبن. دلوقتي بعد ما سلقنا الرز كويس جدا والرزاية اتهرت معانا، هننزل عليهم بالكوبايتين اللبن، بس كده على نار واطيه. يعني تهدي النار خالص وتقلبي فيه زي ما انت شايفه كده، تفضلي تقلبي فيه. تمام. ومعانا كده كوبايه من السكر. السكر ده على حسب الرغبه، عايزاه مسكر قوي يبقى تزودي كوبايه ونص سكر، عايزاه مظبوط زي ما انا عامله كده يبقى هي كوبايه سكر حلو قوي. دلوقتي بقى معانا نص كوبايه لبن، عليهم معلقتين كبار كريم شانتيه ومعلقه كبيره من النشا، هندوبهم مع بعض. وهي دي التكات اللي هتخلي معاكي اللبن كريمي جدا، وهتخليه معاكي مكرمش جدا وتحفه جدا جدا جدا، احسن من اللي بره. هتنزلي عليهم بالتدريج وهتفضلي تقلبي لحد ما القوام يتقل معانا حاجات بسيطه. هتلاقيه بقى غلي من الجناب كده، وبدا يعمل فقاقيع كده. هترشي عليه رشه فانيليا وتقفلي النار خالص، وبعد كده هترصيه في الطباق اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني عمل فقاقيع كده صغننه وايه. وزي ما انت شايفه كده، اول ما تقفلي عليه لازم 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 تحطيه في الطباق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسوش يا جماعه، انا الايام دي محتاجه اللايكات كتير وكومنتات كتير جدا جدا جدا، علشان ايه ده بيساعدني. ولما يبرد خالص زي ما انتم شايفين كده، تخليه بعد كده تحطيه في التلاجة وتطلعي، هتلاقي وشه كرمش وطعمه جميل جدا جدا وطعمه